عارف لما تحس انك بتغرق بس محدش شايفك؟ عارف صوتك لما يتهد جواك وما بقاش فيك طاقة تصرخ؟ الناس شايفاك مبتسم بس جواك فيه زلزال ساكت. ده مش اكتئاب، ده فقدان سلام. ويمكن اكتر سؤال جواك دلوقتي: يا رب فين السلام اللي وعدت بيه؟ السلام مش ان الدنيا تكون حلوة ولا ان المشاكل تختفي. السلام الحقيقي هو انك تقدر تنام في وسط العاصفة زي ما يسوع نام في السفينة والدنيا كانت هوجة. أصحابه خافوا وصرخوا وقالوا له: أما تبالي إننا نهلك؟ لكن هو كان نايم، مش لأنه مش حاسس، لكن لأنه عارف إن العاصفة دي تحت سلطانه. السلام النفسي مش غياب الألم، ولكن حضور المسيح في الألم. وده سر محدش يعرفه إلا اللي لمس حضور ربنا في وسط وجعه. النهاردة بنجري ورا الشغل، ورا فلوس، ورا قبول، بس فقدنا أهم حاجة: الراحة الحقيقية. قالها المسيح بكل وضوح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بس إحنا مش بنجيله، إحنا بنجري ورا كل حاجة حتى من نفسنا. الخوف مسيطر والقلق واكل القلب والدوشة جوه دماغنا عاملة زحمة. علشان كده سلامنا بيتسرق كل يوم. هنحكي مع بعض وهنقول كم خطوة نقدر نرجع بيها سلامنا بإيد ربنا. أول حاجة نعملها إن إحنا يكون في وقت سكون حقيقي مع ربنا. اقفل الباب، اسكت واقعد قدامه، مش لازم تتكلم. قول له: أنا قاعد بس علشان عايز سلامك. تاني حاجة ممكن نعملها: اتكلم معاه عن كل اللي جواك، ما تكتبوش. قول له: أنا خايف، أنا متلخبط، أنا مكسور. زي داود لما قال: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ وما استناش إجابة، بس سكب نفسه قدام ربنا. حاجة كمان: نقرأ وعوده. افتح المزامير، افتح متى 6، اقرأ كلامه اللي بيريح القلب. قول: سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. اختيار السلام كل يوم. السلام قرار. كل يوم تختار هتصبح على قلق ولا هتبدأ يومك بجملة: أنا في حضن ربنا ومفيش حاجة هتغلبني. مرة أم فقدت ابنها الوحيد، بس كانت واقفة في العزا بتقول: أنا مش فاهمة، بس أنا واثقة ربنا معايا وسلامه مش سايبني. مش لأن عندها قوة خارقة، لكن لأن إله السلام ساكن جواها. مرة شاب اتصاب في حادث وخسر رجله، وقال بعدها: أنا كنت بدور على الأمان في الدنيا، بس عرفت إن سلامي الحقيقي في حضن المسيح. الناس مش محتاجة الدنيا تروق، الناس محتاجة قلب يرتاح. القلب مش بيرتاح إلا لما بيسكنه ملك السلام. النهاردة ارمي القلق، افتح قلبك للسلام. ما تقولش بعد ما المشاكل تتحل، قوله في وسط المشاكل: هستقبل سلام المسيح. قولها دلوقتي: يا رب املاني سلامك، مش زي ما العالم بيقدم، لكن سلامك اللي فوق كل عقل. هو وعد وهو صادق، وكل مرة بتقرب هتشوف انك رغم كل حاجة مرتاح. زي ما مكتوب: الله إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم. فيه نوع سلام ما يتوصفش. سلام مش بيجي من كلام الناس ولا من انك تفهم كل حاجة، ولكن بيجي لما تسكت وتسيب ربنا هو اللي يتكلم جواك. مرات بيكون السلام مش في انك تسمع إجابة، ولكن في انك تحس انك مش لوحدك، وانت ساكت وهو بيطبطب، وانت ساكت وهو بيجبر كسرك. جرب مرة تقعد قدامه 10 دقايق من غير كلام ولا طلب ولا دموع، بس وجود. هتخرج من اللحظة دي وانت متغير من جواك. ازاي تعرف انك وصلت للسلام الحقيقي؟
مش بتخاف من بكرة، مش لأنك عارف اللي هيحصل، ولكن لأنك واثق إن اللي ماسك بكرة بيحبك. بتعدي وسط الناس وانت مش محتاج تشرح نفسك، مش بتدور على تصفيق ولا موافقة من الناس، لأن اللي مريحك مش الناس. لما تقع تقوم بسرعة، مش لأنك قوي، ولكن لأن جواك نور، ونور المسيح ما بيخليش الضلمة تبلعك. الدنيا فيها صراعات، جواك صراعات، حواليك صراعات، بس ربنا وعد في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. السلام مش إن الحرب تقف، السلام هو إنك تبقى جوه المعركة ولكن قلبك مليان سكون. كل سهم بيجي بيرن عليك بس مش بيكسرك، لأن فيه إيد شايلاك، والإيد دي مسمرة على الصليب بس أقوى من أي سيف. يا رب يسوع، أنا مش عايز أفهم كل حاجة، أنا عايزك أنت. أنا برفع قلبي ليك، برفع خوفي وقلقي وكسرتي وتعب قلبي. ابعت سلامك، مش السلام اللي الناس بتقوله ولا اللي بيجي من حلول، ولكن سلامك اللي فوق كل عقل. ادخل يا رب، ادخل قلبي واسكن فيه، وخلي قلبي وطن ليك. وانت خارج من الفيديو ده النهاردة خد قرار. أنا مش هدور على السلام في الناس ولا في الظروف، أنا هدور على يسوع، وهو هيديلي كل اللي ناقصني. خد بالك، الشيطان هيحاول يسرق السلام منك كل يوم بفكرة، بأخبار، بمخاوف، ولكن افتكر كل يوم تصحى تقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. كل يوم هيكون في دوشة، بس في وسط الدوشة هيكون فيه صوت هادي جواك بيقول سلامي أنا معك. اطمن، ربنا في صفك وسلامه ساكن فيك، حتى لو كل حاجة حواليك بتقول العكس. ربنا معنا ويحوط علينا ويدينا سلامه الأبدي الأزلي، وما نهبش وما نخافش من أي محاربات من عدو الخير. ربنا معايا ومعاكم، لكل المجد، آمين.